يحكى أن دجالا جاء إلى إحدى المدن، فاجتمع الناس حوله يشترون بضاعته الغريبة، وفي كل يوم كانت سلعته تزداد رواجا. وذات يوم زار المدينة رجل حكيم مصلح، فأدهشه إقبال الناس على الدجال، وسأل عن سبب الزحام الشديد حوله، فأخبروه أن هذا الرجل يقوم ببيع قطع من أراضي الجنة، ويمنح سندات تمليك بذلك، ومن مات ومعه هذا السند دخل الجنة وسكن الأرض التي اشتراها هناك. احتار الرجل في كيفية إقناع هذا الكم الهائل من الناس بعدم صدق هذا الرجل الدجال، وأن من اشترى منه قد وقع في تضليله وتدليسه. وفي النهاية اهتدى الرجل الحصيف إلى حل عبقري. تقدم الحكيم إلى الرجل الدجال فقال له: كم سعر القطعة في الجنة؟ فأخبره أن القطعة ب100 دينار. فقال الحكيم: وإذا أردت أن أشتري منك قطعة في جهنم أتبيعها لي؟ استغرب الرجل ثم قال: خذها بدون مقابل. فقال الحكيم: كلا، لا أريدها إلا بثمن أدفعه لك وتعطيني سندا بذلك. فقال: سأعطيك ربع جهنم ب100 دينار، وهو سعر قطعة واحدة في الجنة. فقال له الحكيم: فإذا أردت شراءها كلها؟ فقال الدجال: عليك أن تعطيني 400 دينار. وفي الحال قام الحكيم بدفع 400 دينار إلى الدجال، وطلب منه تحرير سند بذلك، وأشهد عليه عددا كبيرا من الناس. وبعد اكتمال السند قام الحكيم ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، لقد اشتريت جهنم كلها، ولن أسمح لأي شخص منكم بالدخول إليها، فقد صارت ملكي بموجب هذا السند. أما أنتم فلم يتبق لكم إلا الجنة، وليس لكم من سكن غيرها، سواء اشتريتم قطعا أم لم تشتروا. عند ذلك تفرق الناس من حول الدجال، لأنهم ضمنوا عدم دخول النار بسند الحكيم، وأدرك الدجال أنه أغبى من هؤلاء الذين صدقوا به. قال الراوي: قصصت هذه القصة على رجل حكيم كبير السن، فقال لي: وهل تعجب من هؤلاء الناس؟ فقلت: نعم. أيوجد أناس بهذا المستوى من التفكير؟ فقال: أغلبنا يمثل مستوى تفكيرهم، غير أنهم أفضل نية منه. فقلت: كيف؟ فقال: من يشرب الخمر هل يجدها ملقاة على الطريق، أم يذهب لشرائها بماله الخاص؟ فقلت: بل يشتريها بماله الخاص. فقال: ومن يقصد بيوت الهوى، ومن يلعب القمار، ومن يتعاطى المخدرات، ومن يضيع الأوقات في مشاهدة الحرام، كلها أموال ندفعها من جيوبنا لنشتري بها قطعا في جهنم، أليس كذلك؟ بينما نترك الصلاة والصيام والذكر والقرآن وغير ذلك من العبادات، رغم أننا لا ندفع شيئا من جيوبنا، ولا نقبل أن نشتري الجنة بأرخص الأثمان وأيسر الأعمال. فمن أصلح، هم أم نحن؟ فأطرقت نظري إلى الأرض سائلا الله أن يجعلني ممن يسعون إلى نيل رضا الباري عز وجل بالأقوال والأفعال، وما رزقني الله من مال. قصة توقفت عندها كثيرا، وأدركت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.